يبدأ الفيلم بمجموعة من الأشخاص يتسلقون جبلا ثم يسقطون فجأة. ثم نلتقي ليس، امرأة أمريكية تعيش في لندن مع حبيبها. نادرا ما تتواصل أليس مع والدتها، ولم ترى والدها قط. بعد 7 سنوات مع حبيبها تشعر أن حياتها أصبحت مملة وتفتقر إلى الشغف. في أحد الأيام، في أثناء توجهها إلى المكتب، لمست بالصدفة يد رجل في أثناء ضغطها على إشارة مرور حمراء. كان طويل القامة وجذابا. على الرغم من انجذاب أليس إليه، إلا أنهما لم يتبادلا الكلمات. يتجه الرجل إلى مكتبه، بينما تواصل أليس طريقها إلى مكتبها. تحاول أليس التركيز على العمل، لكنها لا تستطيع التوقف عن التفكير فيه. من مكان عملها تراقبه. في أثناء الغداء تقرر الذهاب إلى المكتبة وتتبعه. بعد قليل يلاحظها الرجل. تشتعل عيناه بريقا. يطلب سيارة أجرة فتلحق به. يتجهان معا إلى منزله، حيث تقترب أليس منه. لكن عند عودتها تشعر بالأسف على خيانتها حبيبها. رغم محاولاتها الجاهدة لتجاهله، إلا أنها لم تستطع التوقف عن التفكير فيه. في اليوم التالي عادت أليس إلى المكتبة، وعثرت بالصدفة على كتاب عن حياة الرجل. سألته عن الكتاب، فأخبرها صاحب المكتبة أن اسمه آدم. آدم واحد من بين العديدين الذين تعرضوا لحادث تسلق، وفي ذلك اليوم أنقذ 6 أرواح، وهو ما اعتبره الجميع بطلا. قررت أليس شراء الكتاب. في اليوم التالي زارت منزل آدم. دار بينهما حديث قصير قبل أن يستعيدا علاقتهما الحميمة. سألته أليس عن حادث الجبل، فأجاب آدم بأنه لا يعرف بالضبط ما حدث. مع أن كل شيء بدا على ما يرام، إلا أن الحادث وقع. لا يزال تراوده الكوابيس، ويعترف بأن حبيبته كانت من بين الضحايا. عندما شعر آدم ببعض الانزعاج، ودعته أليس وقررت العيش معه. لاحقا عادت أليس إلى المنزل، وانفصلت عن حبيبها، وتوجهت إلى منزل آدم. ولكن عند وصولها فتحت فتاة مجهولة الباب. تفترض أليس أنها صديقة آدم وأنه يخونها. تعرف الفتاة نفسها على أنها ديبورا، أخت آدم، وتخبره أن هذا منزلها. تسأل أليس عن عنوان آدم. لاحقا عندما تعود يكون آدم في المنزل، لذا تبدأ في انتظارها على مقعد في الخارج. بعد قليل يصل آدم ويعانقها، ثم يدخلان المنزل معا ممسكين بأيدي بعضهما. في صباح اليوم التالي تصل جوانا، وهي صحفية، لإجراء مقابلة مع آدم. تراها أليس وتستعد للذهاب إلى المكتب. في وقت لاحق من ذلك المساء تزور أليس آدم في مركز تدريبه، حيث تتحدث مع ديبورا التي كانت أيضا متورطة في حادث الجبل. تقترح ديبورا أن تجرب أليس التسلق. ترتدي معدات السلامة الخاصة بها، ويفعل آدم ذلك أيضا، لكن يبدو أنها تفتقر إلى الثقة بأختها. آدم وأليس راضين عن علاقتهما. في أحد الأيام تخبر أليس صديقة عن علاقتها مع آدم. تسألها الصديقة عن حبيبها القديم وما إذا كانت راضية عن علاقتها الجديدة. أخبرته أليس أنها منجذبة لآدم، وأنها انفصلت عن حبيبها السابق. حذرتها صديقتها من أن علاقتهما قد لا تدوم، لكن أليس تجاهلتها. بعد التسوق خططت أليس وصديقتها للقاء آدم. في تلك اللحظة سرق لص حقيبة أليس وهرب. شاهدت أليس آدم وهو يطارده. بعد ذلك ضربه آدم ضربا مبرحا، فأوقفته أليس قبل أن يؤذيها. أخاف غضب آدم صديقتها. وسط هذا التوتر تقدم آدم لخطبة أليس فقبلت. في صباح اليوم التالي تلقت أليس رسالة مجهولة تفيد بأنها لا تعرف آدم جيدا، لكنها متشوقة للزواج. عندما قابلت آدم وأعطته الرسالة لم يفاجأ ونصحها بتجاهلها والثقة به. في نهاية الأمر تزوجا في كنيسة صغيرة. بعد الحفل كشف آدم لأليس أنه عاش في تلك البلدة الصغيرة عندما كان صغيرا، وأراها أماكنه المفضلة. ثم يأخذها إلى تمثال، ذلك يلتقط آدم صورا لها. يذهبان لاحقا في نزهة على الأقدام، ويصبحان حميمين في منزل وسط الطبيعة. لاحقا تتلقى أليس رسالة تفيد بأن الزواج بآدم كان خطأ. تعتقد أن حبيبها السابق هو كاتب الرسالة، لذلك تتصل به، لكن صديقتها ترد وتخبرها أنهما يتواعدان الآن. تدرك أليس أن شخصا آخر يرسل لها هذه الرسائل ليخبرها شيئا عن آدم. في تلك الليلة
يحضر آدم وأليس حفلة مع الأصدقاء. خلال الاحتفال تعطي ديبورا أليس قلادة. بعد بضعة أيام تتصل جوهانا الصحفية بمكتب أليس لإبلاغها أنه بعد نشر المقابلة مع آدم اتصلت بها إحدى الفتيات قائلة إن آدم قد تحرش بها قبل بضع سنوات. منزعجة سألت أليس جوان عن عنوان الفتاة وقررت زيارتها. عند وصولها أخبرته الفتاة أنها التقت آدم في حفلة وأنه أساء معاملتها بعد أن أخذها إلى منزله. أوضح لها أنه رغم أن الجميع يعتبرونه بطلا إلا أنه في الواقع شرير. بعد سماعها هذا شعرت أليس بالقلق وبدأت تشك فيه. عند عودتها إلى المنزل وجدت خزانة مغلقة وفتحتها لتجد رسائل من عادل حبيبة آدم السابقة. في إحداها ذكرت عادل أنها لم تعد ترغب في العيش معه واصفة إياه بشخص غريب وأنها ترغب في العودة إلى زوجها. وصل آدم إلى المنزل بينما كانت أليس تقرأ الرسالة. أخفتها بسرعة لكن آدم بدأ يشك في وجود خطب ما. بعد مغادرة كوكو فتحت أليس الخزانة مجددا لكنها لم تجد المفتاح لأن آدم أخذه. لاحقا تلقت هدية وفتحتها لتجد فستان شهر العسل بداخلها. سألت الرسالة هل ما زال آدم يتذكره؟ ظنت أليس أن عادل هو من يرسل لها الرسائل فقررت الذهاب إلى منزلها والتحدث معها. لكن والدة عادل أفادت باختفاء ابنتها منذ 8 أشهر ولا يعرف زوجها ولا أصدقاؤها مكانها. لاحظت أليس ظهور آدم في صورة جماعية وأن له صلة بعادل. تذكرت لاحقا أن آدم التقط صورة لعادل مع تمثال يشبه التمثال الذي صوره لها. بدأت تشك في أن آدم ربما يكون قد قتل عادل. خلال مشادة كلامية في المنزل لاحظ آدم أن أليس تتصرف بغرابة معتقدا أنها على علاقة غرامية. شاركت أليس ما عرفته عن عادل وسألته إن كان هو من قتلها. أجاب آدم بأنه لم يقتل أحدا معترفا بعلاقته مع عادل لكنه أكد أنه لا يهتم إلا بأليس الآن. لكنها لم تقتنع بذلك واختلقت عذرا للذهاب إلى الحمام لكنها غادرت المنزل في نهاية الأمر. عندما حاول آدم اللحاق بها اختبأت أليس وبمجرد مغادرته ركضت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن قتل زوجها لامرأة. لكن الشرطة طلبت منها إثباتا ولأنها لا تملك أي دليل لم يتمكنوا من مساعدتها. ظهر آدم في مركز الشرطة مدعيا اختفاء زوجته وأن شجارا بينهما دفعها للهرب. أخبر الضابط أليس أن آدم ليس قادرا على القتل. رأته أليس من خلال الزجاج يبكي رغم أنه لم يستطع رؤيتها. وبينما يغادران مركز الشرطة طلبت أليس التي لا تثق بآدم مساعدة ديبورا. اعترفت بأن لديها شكوكا بشأنه أيضا. تشك ديبورا في أن آدم مسؤول عن الحادث على الجبل لأنهما يستخدمان معدات عالية الجودة يصعب كسرها. ثم اتهمته بالغش وقتل النساء. تكهنت أليس بأنه ربما يكون قد قتل عادل ودفن جثتها تحت تمثال. بعد ذلك قرر كلاهما الذهاب للبحث عن الجثة عند التمثال. في ذه الأثناء يصل آدم إلى منزل ديبورا ويجد صورة لعادل مع التمثال مما يجعله يعتقد أنهما ربما كانا هناك. يتبعها. تبدأ أليس وديبورا في الحفر حول التمثال وفجأة تجد أليس جثة فتاة مدفونة بجوار قلادة مشابهة لتلك التي أهدتها لها ديبورا. في تلك اللحظة تدرك أن آدم لم يكن من قتلها بل ديبورا هي من قتلت عادل. عندما تواجه أليس ديبورا تعترف أخيرا بقتله وأنها مسؤولة عن الحادث على الجبل. تعلن أنها اضطرت لقتل حبيب آدم الجديد لأنها كانت تحبه منذ الطفولة وأنه لا يمكن لأحد أن يسرق حبها. تكشف ديبورا أنها كانت على علاقة حميمة مع آدم أمام نفس التمثال عندما كانا طفلين وقتلت جميع شركائها منذ ذلك الحين. أخيرا تشن ديبورا هجوما على أليس لكن آدم يظهر فجأة لإنقاذها. يخبر ديبورا أن ما حدث في طفولتها كان خطأ وأنه لطالما شك في أنها قتلت كل هؤلاء الأشخاص ولهذا السبب لم يثق بها قط. عند سماع ذلك تحاول ديبورا مهاجمة آدم لكن أليس تطلق عليها النار بمسدس إشارات ضوئية مما يؤدي إلى وفاتها على الفور. تصل الشرطة وتعتقل آدم وتفصل بيننا. بعد عامين ترى أليس آدم في المطار لكنها لا تجرؤ على التحدث إليه. تقول لنفسها إن حياتها كانت ستكون مختلفة لو لم تقابله ذلك اليوم. ينتهي الفيلم. شاهد الآن أحد هذه الفيديوهات.